تخيلوا لو أننا نقف أمام خريطة جغرافية ضخمة للعالم. عادة عندما ننظر لهذه الخرائط نتوقع رؤية هندسية مثالية جدا. صحيح، مساحات ملونة بدقة متناهية، وكل شيء يبدو في مكانه الصحيح. بالضبط، لون أزرق هنا ولون أخضر هناك، خطوط واضحة وصارمة تفصل بين كل دولة وأخرى، وتقول بثقة تامة: هنا تبدأ هذه الأمة وهنا تنتهي. رؤية مريحة جدا، أليس كذلك؟ مريحة ومطمئنة للغاية بصراحة. نحن كبشر نميل بطبيعتنا لتصنيف العالم من حولنا. نحب الحدود الواضحة. تماماً، نحب الأشياء المحددة التي تعطينا وهماً بالاستقرار والنظام. الخريطة الملونة تخبرنا أن العالم مرتب. لكن بمجرد أن ننزل من تلك النظرة العلوية الفوقية ونقترب قليلا من الأرض حيث يعيش الناس فعليا، نكتشف تعقيدات كثيرة. ندخل في تعقيدات التاريخ والهوية وكيف تتطور المجتمعات. 100%. ونكتشف فجأة أن تلك الخطوط المرسومة بوضوح على الورق هي في الواقع ضبابية جدا، وربما دموية أحياناً على الأرض. وفجأة الخريطة التي كنا نثق بها تصبح أداة للإقصاء. ومن لا يتناسب مع هذا التصنيف اللوني الجاهز يتم التعامل معه وكأنه خلل في النظام يجب إصلاحه. وهذا ما يمكن أن نصفه بالمياه التشخيصية العكررة في السياسة وعلم الاجتماع. كيف يحدث هذا عندما تتحول الاختلافات البشرية الطبيعية جدا إلى مشكلة أو مرض يحتاج إلى علاج. فقط لأنها لا تتناسب مع قوالب جاهزة مسبقا؟ وهذا يقودنا مباشرة إلى موضوع غوصنا المعرفي اليوم. نحن بصدد تفكيك جذور الدولة الحديثة. وكيف تتشكل الهويات؟ وما هو الدور الحقيقي للقوة في كل هذا؟ نعم، وهذا التحليل مبني على نصوص وحوارات فكرية عميقة للدكتور عرفان مصطفى، يحلل فيها رؤى الدكتور عباس ولي، ويعد من خلالها على من يصفهم بالقوميين الخياليين. وقبل أن نخوض في التفاصيل، من المهم جداً أن نوضح أمراً أساسياً لمستمعينا. نحن هنا لا نتبنى أي موقف سياسي مما يطرحه هؤلاء المفكرون. أكيد، نحن لسنا هنا لنحكم من المصيب ومن المخطئ أبداً. بالضبط، هدفنا هو فقط استعراض الأفكار الفلسفية والسياسية الواردة في المصادر كما هي، بهدف فهم كيفية تشكل الهويات ومفاهيم القومية. تشريح الميكانيكيات التي يتحدثون عنها، وكيف يعتقدون أن القوة والهوية واللغة تعمل حقاً على أرض الواقع. وهذا توضيح في محله تماماً. ولفهم هذه المصادر علينا أن نطلب من كل من يستمع إلينا أن يتخلى ولو مؤقتاً عن الأفكار المسبقة. أفكار عن ماذا بالضبط؟ عن ماهية الأمة واللغة، وأن نركز معاً على الجذور الفلسفية لهذه المفاهيم لنفهمها حقاً. حسناً، دعونا نفكك هذا. كيف يمكن لخيال سياسي أن يحدد من هو المريض ومن هو السليم؟ هذا التعبير بحد ذاته صادم، أليس كذلك؟ جداً صادم، تعبير غريب فعلاً. هو صادم لأنه يعكس حالة من الاستعلاء الفكري. النصوص تشرح أن هؤلاء القوميين الخياليين يمتلكون خريطة ذهنية مسبقة لكيف يجب أن يكون شكل الدولة والأمة. نسخة واحدة وثقافة واحدة ولغة واحدة؟ تماماً. وعندما يواجهون حالة واقعية كالحالة الكردية التي يطرحها المصدر كمثال، والتي لا تتطابق مع هذه الخريطة الخيالية، فإنهم لا يعيدون النظر في نظرياتهم أبداً، بل يتهمون الواقع بأنه مريض أو غير طبيعي. أي كأنك تمتلك قالباً واحداً فقط، وأي شيء لا يتسع له هذا القالب تعتبره معيباً، بدلاً من أن تدرك أن قالبك أنت هو الذي قد يكون صغيراً جداً. بالضبط. ولتفكيك هذا الوهم يستند الدكتور عرفان مصطفى إلى دراسة بالغة الأهمية للدكتور عباس ولي بعنوان الهوية الممزقة. وهنا نصل لصلب الموضوع. كيف تتشكل هذه الهويات المختلفة أصلاً؟ الدكتور عباس ولي يطرح فكرة الجدلية. هو يرى أن الهوية المختلفة أو الوحدة الثقافية المستقلة لا تنشأ من فراغ، بل تتشكل كرد فعل لصراع محتدم. صحيح، صراع بين قومية الدولة التي تمتلك السلطة وتحاول طمس الآخر،
والقومية غير التابعة للدولة التي تقاوم هذا الطمس. دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا لأفهم الآلية. هل تقصدين أن هذه الهوية لم تكن موجودة قبل الصراع؟ بحسب رؤية الدكتور عباس ولي لهذه الجدلية، نعم. يعني الأمر أشبه بالنظر إلى لوحة فسيفساء ضخمة. البعض يرى أن الإسمنت الذي يضغط على القطع ويفصل بينها، أي الضغط والقمع، هو الذي يشكل الهوية النهائية ويجعل هذه القطع تتكتل معاً. هذا تشبيه يوضح فكرة الجدلية بشكل جيد. لولا هذا الإسمنت لما تشكلت الهوية بهذا التماسك. هذا تشبيه ممتاز جداً، لكن وهنا تبرز نقطة الخلاف الفلسفية العميقة بينهما. الدكتور عرفان يقرأ هذا المشهد بطريقة مختلفة تماماً. هو يقلب هذه المعادلة، أليس كذلك؟ يقلبها جذرياً. كيف؟ إذا لم تكن الاختلافات مجرد رد فعل للصراع، فكيف يغير هذا من نظرتنا لمفهوم الوحدة؟ الدكتور عرفان يرى أن هذه الاختلافات الثقافية هي أسس أصلية. أسس أصلية؟ نعم. بالعودة إلى تشبيهك الجميل، هو يقول إن الألوان المختلفة والملمس المتنوع لقطع الفسيفساء كانت موجودة في الأساس. واو، يعني هي جوهر اللوحة وروحها منذ البداية. بالضبط، وليست مجرد نتيجة لصب الإسمنت بينها. الاختلاف هو الأصل، وليس طارئاً ناتجاً عن الصراع. هذا يغير كل شيء بصراحة. إذا سلمنا بأن الاختلاف هو الأساس، فهذا يطرح تساؤلاً كبيراً حول فهمنا للوحدة. كيف ذلك؟ نحن نبرمج دائماً على أن الوحدة الوطنية تعني التطابق، أن نكون جميعاً متشابهين. لكن إذا كان الاختلاف متأصلاً، فهل هذا يعني أن محاولة فرض التطابق هي بحد ذاتها فعل عنيف؟ فعل عنيف ضد الطبيعة البشرية. نعم، أنت الآن تضع يدك على الجرح الميتافيزيقي الذي يتحدث عنه النص. وهذا يفسر لماذا قارن الدكتور عرفان الشجاعة العلمية للدكتور عباس ولي بالشجاعة الفلسفية لمارتن هايدغر. صحيح، مارتن هايدغر اسم ثقيل جدا، وفي الفلسفة كان يقتحم الأسئلة الميتافيزيقية الشائكة التي تزلزل المسلمات. الأسئلة التي كان يهرب منها الجميع لأنها مزعجة وتدمر القواعد القديمة. بالضبط. وفي هذا السياق الدكتور عباس ولي اقتحم منطقة مشابهة في تعقيدها. المثير للاهتمام هنا هو أن هذا النقاش الفلسفي المعقد يقودنا مباشرة إلى إعادة تعريف شكل الدولة نفسها. وهذا الغوص في الشجاعة الفلسفية لفهم جذور الهوية لا يتوقف عند الثقافة، بل قاد المفكرين قبل 20 عاماً إلى استنتاج صادم. استنتاج حول ما يصنع الدولة في العصر الحديث، وهذا ينقلنا إلى النقطة التالية. النتيجة الحاسمة لحوار 20 عاماً، وهي نتيجة قد تكون مستفزة للكثيرين. هوية الدولة الحديثة لا تحددها الأمة، بل يحددها ما يسمى بإثنية متضخمة. إثنية متضخمة؟ لحظة، هذا مصطلح ثقيل. دعنا نأخذ خطوة للوراء هنا. تفضل. نحن نبرمج دائما على أن الأمة تعني نشيدا وطنيا وتاريخا مشتركا وإحساسا بالانتماء، والمصادر تقدم تعريفا نظريا للأمة بأنها الاتحاد الحر للإثنيات المختلفة. هذا هو التعريف النظري الرومانسي، نعم. طيب، وما هو الفرق الحقيقي والعملي بين الأمة والإثنية بحسب التحليل؟ هل أفراد الأمة يمتلكون وعياً أعلى بالحرية؟ الإجابة القاطعة في المصدر هي لا. لا يوجد تفوق جوهري في الوعي؟ أبداً، لا يوجد أي رقي أخلاقي أكبر. الاختلاف يتلخص في شيء واحد فقط. وما هو؟ النص يقولها بوضوح جارح: ما يسمى أمة يمتلك جيشاً، وما يسمى إثنية لا يمتلك جيشاً. معقول؟ هل أنت جادة؟ الأمر أشبه بالقول إن الفرق الوحيد بين رابطة سكان الحي وقوات الشرطة هو مجرد امتلاك الأسلحة. يبدو تبسيطاً، لكنه الواقع الذي تشرحه الآلية. هل يعني هذا أن المظاهر المدنية للدولة هي مجرد قشرة خارجية، وأن الجوهر هو القوة العسكرية البحتة؟ أين الدساتير والقوانين إذن؟ إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نجد أن الدولة تبنى في البداية على قانون الطبيعة. وقانون الطبيعة في جوهره هو قوة خالصة. البقاء للأقوى، نعم. من يمتلك القوة العسكرية يفرض سيطرته، ولكن تدار الدولة داخلياً بقانون مدني وضعي. حسناً، القوة تؤسس،
لكن لا يمكنك أن تدير مجتمعاً بتوجيه فوهة دبابة إلى رأس كل مواطن يومياً. كيف تستمر هذه السيطرة؟ هنا بالضبط يأتي دور المظاهر المدنية. بمجرد أن تؤسس هذه الإثنية المنتصرة دولتها بقوة السلاح، تستبدل قانون الطبيعة بالقانون المدني. لكن هذا القانون المدني ليس محايداً، صحيح؟ أبداً، هذا هو السر. هذا القانون يعكس ثقافة وقيماً ولغة الإثنية المنتصرة. فهمت الآن. يعني الإثنية التي ربطت نفسها بالسلطة تأخذ عاداتها وتحولها إلى قانون عام. وفجأة تصبح الإثنية الأخرى مطالبة بالالتزام بهذا القانون. ومن يعترض لا يعتبر مختلفاً ثقافياً، بل يعتبر خارجاً عن القانون. هذا هو التوصيف الدقيق لآلية عمل الإثنية المتضخمة، وهذا ما يجعل القوميين الخياليين ينظرون لمن يرفض الاندماج على أنه مريض يجب علاجه. ليعود إلى طبيعته التي هي في الواقع طبيعتهم هم. تماماً. هذا التحليل يفكك الكثير من الأوهام. إذا كانت القوة العسكرية هي الفاصل الحقيقي، فهذا يتسرب إلى أدق تفاصيل حياتنا اليومية، بل وإلى الطريقة التي نتواصل بها، إلى الكلمات التي ننطق بها. وهذا يقودنا إلى قانون القوة ومعادلة اللغة واللهجة. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هذا هو التطبيق الأكثر قسوة وواقعية لقانون القوة في مصادرنا اليوم. هل ينطبق قانون القوة على نظام اللغوي أيضاً؟ لقد مر علي في المصادر اقتباس لعلماء اللغة يلخص كل شيء. الاقتباس الذي يقول إن الفرق بين اللغة واللهجة هو فقط أن اللغة تدعمها قوة عسكرية، جيش أو أسطول، بينما اللهجة تفتقر لذلك. هل يعقل أن نصنفنا الأكاديمي للغات مبني على القوة المسلحة؟ نعم، وهذا ينسف التصور الرومانسي الذي نحميه. نحن نعتقد أن اللغة تتفوق بالبلاغة واللهجة مجرد تحريف محلي. لكن المصدر يثبت العكس تماماً. اشرحي لي كيف يحدث هذا عملياً. كيف يحول الجيش نظام تخاطب إلى لغة؟ الآلية بسيطة وحدثت مرارا. تخيل أن هناك إثنية تمتلك نظام تخاطب بسيط جدا بكلمات محدودة، لكنها نجحت في بناء جيش قوي وأسست دولة. فوراً وبقوة القانون سيتم فرض هذا النظام البسيط كلغة رسمية للدولة؟ نعم، ستطبع به الكتب الرسمية ويفرض في المدارس على أنه المعيار الذهبي للرقي. الاستنتاج الصادم للمصدر أنه إذا كانت هناك إثنية مدعومة بالجيش سيطلق عليها فوراً لقب أمة ولغة، حتى لو كانت لغة قبلية بسيطة وفقيرة. واو! وفي المقابل ماذا يحدث إذا كان لدينا نظام تخاطب تطور عبر مئات السنين، يمتلك أدباً راقياً لكنه لا يمتلك جيشاً؟ هنا تكمن المفارقة المأساوية. هذا النظام الراقي لن يعتبر لغة. سيتم تخفيض رتبته الأكاديمية والسياسية؟ ليطلق عليه اسم لهجة تابعة، والأسوأ ستسلب منه حتى شرعية الكتابة والقراءة. يا إلهي، هذه مفارقة قاسية جداً. الإنتاج الأدبي الراقي والتعليم لا يزنان شيئاً في كفة الميزان مقابل القوة العسكرية. للأسف سيمنع تدريسها، وسيتم وصم من يتحدث بها بالتخلف. إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل يمكننا القول إن القواميس اللغوية التي نعتمد عليها هي في الحقيقة مجرد خرائط عسكرية مقنعة؟ هذا يطرح سؤالاً مهماً حول كيفية تقييمنا للمعرفة والثقافة، وهل نقرأ التاريخ الأدبي أم التاريخ العسكري للمجتمعات؟ نحن نقرأ تاريخ المعارك وتاريخ المنتصرين متخفياً في ثوب قواعد اللغة والأدب. المنتصر لم يفرض فقط حدوده الجغرافية، بل فرض حدوده النحوية أيضاً. وهذا يعيدنا إلى نقطة الانطلاق، إلى القوميين الخياليين. مشكلتهم أنهم يعتقدون أن سيادتهم اللغوية هي نتيجة حتمية لكون ثقافتهم الأرقى، ويمحون تماماً من ذاكرتهم التاريخية حجم الدم والقوة العسكرية التي استخدمت لفرض هذه الهيمنة. ويسهل عليهم بعد ذلك أن يطلقوا على الثقافات المقموعة صفة المرض. يا لها من رحلة فكرية دسمة ومكثفة في هذا الغوص المعرفي، تفكك المفاهيم من جذورها. بدأنا من الجدال حول الهوية والاختلافات الثقافية. وكيف يمكن أن تكون جوهراً أصيلاً وليست مجرد رد فعل، مروراً بتعريف الدولة كإثنية متضخمة تمتلك جيشاً، وصولاً إلى الحقيقة القاسية بأن الفرق بين اللغة واللهجة يعتمد على القوة المسلحة أكثر من اعتماده على البلاغة والأدب.
كل هذا بناء على التحليل الفكري العميق للدكتور عرفان مصطفى للنصوص. وأعتقد أنه من الضروري هنا وقبل الختام أن نذكر مرة أخرى بأننا قمنا بتفكيك هذه المفاهيم الثقيلة ليس بهدف الانحياز أو تبني أي موقف سياسي. تماماً. هذا الغوص كان محاولة مخلصة لنقل وتحليل الأفكار الفلسفية المعقدة الموجودة في المصادر كما هي، من باب إثراء المعرفة والتفكير النقدي فقط، لكي نرى الآليات العميقة التي تعمل تحت السطح في عالمنا اليوم. التفكير النقدي هو الغاية، وبما أننا نتحدث عن التفكير النقدي وتفكيك المسلمات، أود أن نترك كل من يستمع إلينا بفكرة استفزازية يتأملها خارج الصندوق. فكرة للمستقبل. بالضبط. لقد تحدثنا طوال هذا الوقت عن كيف أن تعريف اللغة أو الأمة ارتبط تاريخياً بالقوة العسكرية وجيوش الدول التقليدية، ولكن نحن الآن في عصر مختلف تماماً. نعم، في المستقبل القريب جداً. كيف ستتغير كل هذه التعريفات عندما تصبح المجتمعات الرقمية العابرة للحدود وقوة التكنولوجيا تمتلك تأثيراً يفوق تأثير الجيوش التقليدية؟ إذا كانت الخوارزميات اليوم قادرة على توجيه سلوك الملايين، هل سنشهد قريباً ولادة ولغات جديدة؟ لا تعتمد شرعيتها على قوة الأساطير العسكرية، بل تعتمد على قوة الخوادم الضخمة والقدرة على البرمجة. هل ستصبح اللغة المستقبل الرسمية هي تلك التي يمتلك أصحابها أكبر قدرة على كتابة الأكواد؟ بدلاً من امتلاك أكبر قدرة على إطلاق النار؟ سؤال مذهل، ويفتح الباب لإعادة تعريف القوة في القرن ال21. شاسعة هي الخرائط التي ربما لن ترسم بالحبر أو الدم مستقبلاً، بل بالبيانات. فكروا في ذلك.